نداء لجماهير الزمالك في مصر، الله يرضى عليكم، ما تشجعوش الترجي في النهائي، الترجي مش ناقص، شجعوا نادي الزمالك فقط. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال ومن غير نرفزه وبهدوء شديد جدا. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله. لا شتيمه يعني؟ لا شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف. انت ليه بتدخل امي في العمليه؟ مال امي بالموضوع؟ ما هو العيله السوا بيجيب لاهله النعيله ولا النجيله باين. الزمالك خليك في الزمالك، ما نبغاش الزمالكاوي يشجع نادي الترجي هو والاهلي زوز كبار افريقيا، حنسوي شويه دردشه مع بعض، اللي احسن هو يكسب. انت مال امك انت. شوف زمالك الله يرضى عليك، مالكش في الاهلي والترجي حاجه ثانيه، حاجه اخرى. كبار افريقيا غله افريقيا. انت ولا حاجه. انت ولا حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. في حلقتنا النهاردة هنتكلم على نهائي القرن الإفريقي بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي. بقول لك إيه؟ مش عايز قلق عشان داخلين على شغل جامد. ها؟ نهائي القرن لازم يبقى بين كبيري القارة في القرن ال21، الكبيرين بالفعل وليس بالكلام وليس بالأوهام، وده اللي احنا هنستعرضه النهاردة. مصر قاعدة كما قلت حرفنا بالأهلي في شخصية المصري. مصر أم الدنيا ومصر أحسن دولة في العالم، صحيح ولا لا؟ منعكس على شخصيته، ما يكبر في عينه حد. لما نطل بنلغي الكل، مزاجنا علي كده زي الفل، نظهر أعدائنا بتتشل، غير الكلام ده مطل ودل، الله المعين احنا الجامدين، عايشين بوش انتوا بوشين. في أزمة كده هنا في السالكين، مش عارفين من بقى مع مين، واللي يسأل عننا قول له وكمان هنتكلم عن الحصالة وأرقامها، وهنا لما بتكلم عن الحصالة ما أقصدش تحفيل أو تقليل، ولكن الأرقام بتتكلم. وطي لا هنضرب بالقلم اوطي لا. ماتش الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي هو نهائي القرن الإفريقي بلا جدال، بالأرقام بالنتائج بالتاريخ. في القرن ال21 لحد النهارده اتلعبت 23 بطولة. النادي الأهلي ونادي الترجي هم على القمة، هم أكتر فرقتين شاركوا في النهائي سواء كانوا بطل أو وصيف. النادي الأهلي لعب في النهائي 13 مباراة في القرن ال21، منهم 9 بطل و4 وصيف. نادي الترجي اللي يجي بعده 3 بطل و3 وصيف. بعد كده زي ما انتم شايفين مازيمبي، وبعد كده الوداد، وبعد كده انيمبا. قعدت ادور على الزمالك لحد ما لقيته السابع وممكن يبقى التاسع، زي وفاق سطيف، زي النجم الساحلي، زي سان داونز. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ اتفضل. حتى في الموضوع ده بالذات مسميني المهلك. وازاي نقول ان ماتش بين الاهلي والزمالك هو نهائي القرن؟ الكلام ده اللي صنعه الاعلام الابيض اللي مسيطر على الاعلام المصري كاملا، اللي بيحاول يحط اسم الزمالك جنب الاهلي وبيخلط الاوراق وبينسينا ان احنا في القرن ال21 مش في القرن ال20، وده اللي احنا بنسميه الصياح الابيض الزملكاوي. ماتش الاهلي والزمالك هو لقاء القرن في عقل الزملكاويه فقط. كانوا على امل ان هم يكسبوا الاهلي وغيروا التاريخ ويقول لك احنا اللي كسبنا نهائي القرن. يا لئيم انت لئيم، مش كده؟ انما الحقيقه بتقول ان ماتش الاهلي والزمالك كان لقاء القمه والقاع. تخيل يستطيعوا بهذه الآلة الإعلامية الجبارة أن ينسوك الحقيقة ونبلع الطعم، جمهورنا يبلع الطعم ويساير. الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ يا بختهم لأنهم يعملوا من لحظات الأزمات انتصارات. يوم 9/7 هو عيد كل الزملكاوية والاحتفال بيوم نادي القرن. انت ازاي بتقدر تصنع الحشيش المحلي بالجودة العالية دي؟ يوم 9/7 والاحتفال بيوم نادي القرن.
الاهلي في مصر زي الترجي في تونس، الاهلي في مصر هو الاكثر تتويجا واستحواذا على البطولات، ونفس الشيء الترجي التونسي، الاهلي اللي حاصل على 43 دوري في المقابل نادي الترجي حاصل على 32 دوري، النادي الاهلي اللي حاصل على كاس مصر 39 مره والترجي حاصل على كاس تونس 15 مره. النادي الاهلي اللي حاصل على 11 دوري ابطال افريقيا ونادي الترجي اللي حاصل على 4 دوري ابطال افريقيا. الاهلي اللي حاصل على 8 كاس سوبر افريقي ونادي الترجي اللي حاصل على 1 كاس سوبر افريقي. الاهلي والترجي اتقابلوا في 12 مواجهه افريقيه، منهم 11 في دوري الابطال وواحده في الكونفدراليه، وبما انهم 12 مواجهه يعني كان 24 مباراه. النادي الاهلي فاز في 12 مباراه ونادي الترجي فاز في 4 وتعادلوا في 8 مباريات. النادي الاهلي قدر يفوز على الترجي 6 مباريات في القاهرة و6 مباريات في تونس. نادي الترجي لم يستطيع الفوز ولا مباراة على النادي الأهلي في القاهرة. من الغباوة، من الجاهلية، من اللاوعي، وأنه إنسان لا يقدر الأهلي. إيه ده؟ أنت بتتكلم على الأهلي، بتتكلم على اشمعنى؟ لأنه الأهلي نادي كبير، قوة ضاربة في مصر وفي أفريقيا. لو سمحتوا يا جماعة ما تنسونيش في دعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. فلو سمحت ما تكسلش واعمل لايك علشان الفيديو يوصل لكل الناس وكل الناس تعرف فرق المقامات بين الكبير والصغير. وعلشان أكد لكم إن النهائي لما يبقى بين الأهلي والترجي هو نهائي القرن بالفعل، تعالوا ندخل في التفاصيل ونشوف نتائج الفرقتين في دوري المجموعات. مش بس هم عندهم أفضل بطولات وأفضل مشاركات، تعالوا ندخل في المجموعات ونتائجهم. هنلاقي ان الاهلي والترجي هم الاكثر مشاركه بين انديه افريقيا مجتمعه ب20 مشاركه، اللي بعدهم 12 مشاركه فقط. هنلاقي مازيمبي، هنلاقي اسك، هنلاقي الزمالك. يعني الزمالك زيه زي اسك زي مازيمبي. انما الاهلي والترجي على القمه. في رقم مميز جدا للترجي في دوري المجموعات، هنلاقي ان الترجي اكتر فريق بيفوز في دوري المجموعات، اكتر حتى من الاهلي. علشان كده احنا بنحترم الترجي. هنلاقي النادي الاهلي هو الافضل هجوما والاكثر احرازا للاهداف. هنلاقي في الجدول ده الزمالك شارك 12 مره، عدد المباريات اللي شارك فيها 70 مباراه، فاز في 22 مباراه واتغلب في 29 مباراه. يعني الزمالك بيتغلب اكتر ما بيكسب، والزمالك بيدخل فيه جوان اكتر ما بيجيب جوان، وعلشان كده لقب الحصالة لايق عليه. ايه يا ممس، مش شايف شقاوة يعني ولا مطاوي وعفراتة الكورنيش فيه؟ ما تقلقش يا قبطان، انا بفنطهم الاول في دماغي وبدرس الموقف. بما اننا جبنا سيرة الحصالة، فتعالوا نشوف المراكز المحققة في دوري المجموعات، وعلشان نكون منصفين ونشوف مين الحصالة بجد، تعالوا نشوف ترتيب المراكز بين أندية إفريقيا في المجموعات من ساعة ما بدأت فكرة المجموعات سنة 1997. هنلاقي الأهلي بيتخطى دوري المجموعات في 17 مرة، أما الزمالك 5 مرات فقط، و7 مرات بيكون حصالة. الزملكاويه اللي عايشين الوهم وعايشين المظلوميه في مصر. طيب ليه نادي الزمالك لما بيشارك في دوري الابطال افريقيا ما بيوريناش نفسه؟ معلش اصل انا خجول شويه في الحاجات دي. انت ايه؟ خجول. احيه. نادي الزمالك لما بيقابل النادي الاهلي في افريقيا ما بيكسبوش، ما كسبوش ولا مره في دوري الابطال. في كل المرات اللي كان موجود فيها الزمالك مع الاهلي في نفس المجموعه حتى ما بيطلعش المركز الثاني اللي بيديهوله الحكام المصريين واتحاد الكره المصري ووزاره الرياضه المصريه، لانه بيظهر على حقيقته. عمره ما طلع الثاني ورا الاهلي، ولكنه بيبقى الثالث وبيبقى الرابع. هو احنا بنكسب في مصر بس؟ بنكسب في مصر بس؟ ردوا عليا. ما عندناش غير مصر بس اللي بنكسب فيها بالتحكيم وبالزور. ايوه اوعى تقول لي غير كده. الزمالك عامل زي ابن الناظر في مصر، ابن الناظر اللي كل الناس بتساعده علشان ينجح. الناظر اللي هو اتحاد الكوره ووزاره الرياضه، ممكن ينجح في ابتدائي، ممكن ينجح في اعدادي، ممكن ينجح في ثانوي، بس عمره ما هيبقى دكتور او مهندس زي الاهلي والترجي. الزمالك مش محتاج مجلس اداره الحقيقه، لانه مغطى بالكامل من المؤسسات الرياضيه. هو ده ما بيعملش حاجه لوحده ابدا. لا، مجلس الاداره يدير الاعمال،
لكن الذي يحل الازمات ويسدد الاموال ويخفي الخطابات ويبعت للاتحادات الدوليه ويجدد للاعبين عنه ويتفاوض الوزير مع لاعب في مكتبه. انتوا عايزين نوصل لايه؟ يا ستو شايف الطعامه، شايف اللطافه، كوتي 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 يا حلوه يا بطه، النبي حرصك يا اختي يا قطه يا صغنن باص الام. قد يكون مفاجئ للجميع، فرجاني ساسي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة استقبلوا وطمنوا بحالة نادي الزمالك، بأوضاع نادي الزمالك، وطالبوا بالاستمرار داخل نادي الزمالك، وقال له إن استمرارك داخل نادي الزمالك مطلب جماهيري. اقفل دي بلد وحياة المصحف الشريف، البلد دي ماشية ببركة ربنا، مش حد تاني خالص. نادي الزمالك كان بطل، كان بيحقق بطولات في القرن الماضي مش في القرن الحالي. نادي الزمالك واخد 5 دوري أبطال، منهم 4 في القرن الماضي. كلنا عارفين كان بياخدهم ازاي، ونسأل فيها الكابتن فاروق جعفر. زمان كانوا يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب؟ بس اسال بتوع بورسعيد، عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره، ماشي، مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي. بس احنا كده بنبيع بالخساره يا حاج، ما هي دي الحسنه المخفيه يا ريس بندائي، ربنا يوسعها عليك كمان وكمان. فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكم ضربه جزاء، مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه، ما يبقاش من بدري كده يعني. احلى من الشرف مفيش. خدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء، كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده، ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق. ولا واحده سليمه، ولا واحده ضربه جزاء. يا رب يا رب يا رب ارزقها بالحلال، ارزقها بالحلال يا رب. ولأن النادي الأهلي هو طرف نهائي دوري الأبطال إفريقيا مع الترجي، هنلاقي جماهير نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك هو الأكثر ظهور لإشعال الفتنة بين الكبيرين، النادي الأهلي وجماهيره ونادي الترجي وجماهيره. أبوس إيدك، أبوس إيدك، اتصل بالدكاترة زملاتك اللي في مصر واسألهم. أسألهم عن إيه بس؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ الزملكاويه طول ما الاهلي موجود هتلاقيهم على كل موائد الاهلي في كل البطولات. مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ هو انت يا زملكاوي لما بتشجع اي فريق وبتدعي لاي فريق ان هو يكسب، تتوقع ان دعوتك هتستجاب؟ بقول لك ايه يا تتح، عمر يا عم الناس، جالي طرطيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ مهما كانت ظروف المباراة، تفوق نادي عن نادي على مستوى الفردي أو المستوى الجماعي، ولكن تبقى مواجهات النادي الأهلي والترجي ليس لها أي مقاييس وليس لها أي معايير. التفاصيل الصغيرة بتفرق، ممكن خطأ مدافع، ممكن كرة ثابتة، ممكن أي شيء يغير نتيجة المباراة. جميل أصلا الجميل مع الأهلي والترجي إن الاثنين بيقدروا بعض جدا، شبه بعض. لا كمان عارف اللي هم إيه، يعني على المستوى الإداري طبعا حاجة منظمة جدا وهايلة جدا، وأحسن ستاف إداري اشتغلت معاه او اشتغلت بيننا وبين بعض التعامل كان الترجي، مفيش نقاش. نادي الترجي في الفترة الأخيرة بيقدم نتائج مميزة جدا، وقدر يقصي نادي صعب جدا هو نادي صن داونز، كسبه رايح جاي. أنا هقول لك على معلومة غريبة جدا، أنت عارف الترجي مع صن داونز يعني دي رابع مرة يلعب صن داونز في آخر 5-6 سنين مثلا، كسبوا ال4. وعلى النادي الأهلي ولاعيبته إن هي ما تستسهلش المباراة. النادي الأهلي كسب الترجي في آخر 4 مباريات رايح جاي، 3 في القاهرة و1 في تونس، اتكررت مرتين في آخر 3 سنين. السنة دي بس يمكن الترجي ممكن يعيد للأذهان العصور بتاعة الترجي الأصلية. تعليق على هذا ولا على نقاط أخرى إذا كنت حاب؟ هو سيد عبد الحفيظ كان تسأله على البوانتور نتاع جوار الترجي يجاوبك. ماهوش عادي الحقيقة، وعقلاني ما يتكلمش بالعاطفة. ما زاد حتى هو من بتاتر أحسن مدير كرة في القارة عبر التاريخ. صحيح. وباش يخلدوا التاريخ. لولا النادي الأهلي كانت الأندية التونسية بالذات الترجي التونسي كان هيحصل على بطولات أكتر، كان هيكون هو المنافس الوحيد للنادي الأهلي في إفريقيا. لحد النهارده الزملكاويه بيفتخروا ان هم الثاني بعد الاهلي ب5 دوري ابطال، وكلنا عارفين ان 4 منهم كانوا في القرن الماضي، وكلنا عارفين وسامعين وشايفين ازاي الزمالك كان بياخد بطولاته الافريقيه في القرن الماضي. صح بس حاجه اللي بيحصل من الاعلام الزملكاوي ومن الزملكاويه، والتشكيك في كل الناس، والتشكيك في كل الانديه، والتشكيك في كل الحكام، والتشكيك في كل الدول لحد ما وصلنا لتونس والجزائر، وهم اصلا لا شايفين الزمالك ولا الزمالك في دماغهم.
مساء الخير. مساء النور. من فضلك ممكن نكلم حد كبير؟ ايوه انا موجود. في حاجه؟ بابا موجود طيب او ماما موجوده؟ هو في حاجه حضرتك؟ حد مسؤول، عايز اكلم حد مسؤول بس. قول لي حضرتك في حاجه؟ رؤوف خش جوه انت دلوقتي. انت محدش بيعمل لك حساب. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان يا عم اضرب وانت هتركن. وشكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.